القاعدة المعروفة في الدنيا كلها إن أي مكان ليه حكاية، لكن في مصر هتلاقي أماكن كتير ليها أكتر من اسم وحكاية، وده اللي حصل في حكاية جامع أقصنكر. والجامع اسمه أقصنكر على اسم مؤسسه، وهو زوج خوند زهرة بنت الناصر محمد ابن قلاوون. بدأت قصة الجامع مع وفاة الأمير علاء الدين كوجك سنة 1345، وعلاء الدين هو ابن السلطان الناصر محمد، يعني أخو مرات أقصنكر. فجي بقى عمنا وقام عامل قبة ضريحية للمتوفي. في الوقت ده كانت المنطقة دي فاضية ما فيهاش غير مقابر، عشان كده جه أقصنكر بعد سنة واحدة من بناء القبة واستغل حتة الأرض اللي جنبها وراح باني الجامع اللي خد اسمه، لكن كمان اسمه الجامع الأزرق عشان إبراهيم أغا مستحفظان لما جدده كسى جدرانه بإشاني أزرق جابه من تركيا. فين الجامع كله من جوه معمول باللون الأزرق. وكان ده في العصر العثماني، وبالتحديد في سنة 1651 ميلادية، بعد ما كان الجامع اتعرض لإهمال كبير. وكمان اسمه جامع النور لأن إبراهيم أغا مستحفظان جدد الجامع ده بعد حلم. رأيت رسول الله بمنامه يصلي بمحراب هذا الجامع، ومن هنا اتسمى بجامع النور. واتكتب الحلم ده في لوحة ثبتها إبراهيم مستحفظان في محراب الجامع، لكنها اتسرقت سنة 2003.